هندخل في الموضوع على طول. هاخد طول وعرض وارتفاع بس كده. طب طول وعرض ايه؟ هنتفرج مع بعض وهنعرف احنا هنشتغل في ايه. خدت طول وخدت عرض وهناخد الارتفاع. تمام كده بقى دخلنا في الموضوع والارتفاع، وهناخد مقاس كمان. تمام. المقاس ده هقول لكم واحنا بنشتغل هيفيدنا في ايه. انا باخد الدوران ده. تمام. وهنبدأ مع بعض كده ونقول بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا انتوا عارفين انا هشتغل في ايه. انا هشتغل في الباف اللي انتوا شايفينه ده. تمام. انا خدت طول وعرض، هناخد الطول والعرض. تمام زي ما احنا شايفين كده وهنقص. تمام. خدت طول وعرض وهقص. خلاص. اللي انا هشتغل فيه ده يا جماعة، ده بف. تمام بف مدور. خلاص. سهل جدا ان شاء الله، كل حاجة سهلة ان شاء الله. انا خدت طول وعرض زي ما احنا شايفين كده وبطبقهم على 4. تمام هو مدور، فانا هطبقه على 4 كده زي ما احنا شايفين. تمام كده لازم نظبط الدنيا. عندنا اهو ده المتطبق المفتوح وده المقفول. احنا هنشتغل على المفتوح. تمام. هناخد الدوران، الحتة اللي هي المثلث دي هنقصها، هيدينا الدوران. تمام. هنشتغل بقى على اي حاجة دوران بنفس الفكرة يعني. تمام. بص انا كده قصيتها وبسويها علشان تكون مدورة. تمام. عايزة بقى تعمليها مثلا على ورقة الأول وبعدين تقصيها على القماش عادي. يعني اللي يريحك اشتغل عليه. تمام. بصوا زي ما انتوا شايفين كده هي مدورة. تمام. انا طبعا مش عاملة على ترابيزة ولا حاجة، انا عاملة على المكنة على طول عشان هشتغل على طول. خلاص. تمام. زي ما احنا شايفين اهي دوران. انا عايزة بحاول ان انا اوريلكم الدوران، مش عارفة الصراحة. بصوا بقى، انا كده بقى هعمل اللفة. هلف بقية القماش زي ما احنا شايفين كده. المفروض انا واخدة الدوران. ماشي. انا طبعا ده عشان شغاله لكم عليه، ده حاجة مصغرة، فانا هاخد المقاس يعني. هلف الدايرة عليها بس انا واخدة دوران. تمام. الدوران اللي انا واخداه ده مثلا لو هو متر بزود عليه زي 20 سنتي. تمام. الدوران بتاع القرص. خلاص. هنعرف بعدين انا زودت ليه. تمام. واخده طبعا الارتفاع، يبقى ال الشريحه اللي معايا هتبقى الدوران، مقاس الدوران في الارتفاع. انا عندي هنا كان الارتفاع حوالي 50 سنتي والدوران كان متر. انا خليت متر وربع. تمام. وفي ارتفاع 50 سنتي. بناخد المقاسات بالظبط لو هنشتغل على قماش جاكار او والله لو قطيفة برضو. لو انا هشتغل على العرض بيموت عادي شغال. بصوا زي ما انتوا شايفين كده اهي الشريحة اهي. يا جماعة دي عينة يعني مش يعني حاجة مصغرة يعتبر. وهنبتدي اهي. احنا قلنا الشريحة هتبقى الارتفاع والدوران. هخيط، هلف، هسيب طبعا الحتة دي كده علشان لما الف. تمام. لما الف بالخياطة في التقفيل خلاص هيبقى معايا الحتة دي في الاخر هعرف اقفلها. تمام. اسيبكم بقى مع التقفيلة. طبعا هي المكنة دي ما شاء الله يعني هي شغالة حلوة جدا، يعني انا شغالة بيها الحمد لله، بس هي بطيئة شوية عن الصناعي.
بس شغالة يعني ما شاء الله بتطلع شغل حلو. بنراعي واحنا شغالين ان في دورانات، تمام، لازما بتراعي الدورانات دي علشان ما يظبط معاكي. بالنسبة ل20 سنتي اللي انا حطيتها زيادة في الدوران، تمام، ده علشان هي مدورة، فبتيجي في مساحة الحتة اللي هي مدورة بتاخد في المقاس اكتر سنة يعني، ماشي، وبتبقى مبرحة معاكي كويس. لو انتي خيطتيها ولقيتي معاكي مقاس زيادة قصي عادي، بس انتي كده ما اثرتيش على الاساس اللي هو متر يعني. يعني خليكوا واخدين بالكوا لما باجي في دوران برفع الدواس واظبط واروح ايه مكملها. حاجة سهلة جدا بسيطة، حد طلبها مني وانا اشتغلت لكم عليها، سهلة جدا جدا، مش محتاجة بصوا، النور قطع في الوقت ده وانا رحت فتحت الشباك قلت لسه هصور تاني من اول وجديد، فاشتغلت على طول. معلش انا شغالة بايدي خلي بالكم. أه هكمل معاكم. ما تنسوش دايما اللايك مهم جدا، علشان الفيديوهات توصل لأكبر عدد كبير إن شاء الله. بص أنا خلصت وصلت للآخر، تمام، أهو وصلت للآخر كده، هبتدي أقفل ده خلاص. أنا الصراحة كان المفروض إن أنا هعمل بإيديا، بس أنا كنت خلاص بقى مش قادرة، والنور أخد وقت عبال ما جه، فقلت خلاص أنا هصور كده زي ما هي. بصوا اهي انا ماسكاها لكم اهي مدورة ومظبوطة، وان شاء الله يكون الفيديو مفيد ليكم، وما تنسونيش دايما في اللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله.